اذا بورجيكم ردة فعلي على حقيقتها رح تقولوا عم بالغ. يعني انا اللي اكلته من قبل وبعمله على طول وانغرمت، بقى كيف انتو اذا بتعملوه اول مرة؟ رح اطلع بالصحن كله. شي مرة اكلتوا فروج بارد؟ ايه ليش مستغربين؟ بعد ما تحضروا هذا الفيديو رح تصيروا على طول تاكلوه بارد. كل اللي بنحتاجه بوصفتنا لليوم، بدكم تجيبوا فروج مسلوق، اي قسم من الفروج، فخدات، صدر، حضروا صوص طحينة. انا هون عاملة هذا الصوص طحينة، توم، حمض وملح خالصين. بنجيب هالفروجة الغالية، طبعا هو اسمه صحن مقبلات، يعني انتم ما راح تقوموا تعملوا كيلو فروج مثلا. انا زايد عندي كان فروج مسلوق وحبيت استغله بهالطريقة، قلت بعمل فيه صحن مقبلات. وعلى فكرة هذا من اطيب انواع المقبلات، صدقوني مثل ما قلت لكم، بعد ما تشوفوا هذا الفيديو وتجربوه راح تصيروا تعملوه على طول. هلا انا عم فتفت الفروج هيك، وهلا بعد ما صار الفروج بهالشكل رح انزل عليه بصوص الطحينة. هلا بخلطهم مع بعض. يلا تعالوا نسكوه بصحن التقديم. وبضيف شوية كمون. يلا تعالوا ندوق. بسم الله. وبس والله هيك كانت وصفتنا لليوم. نصيحة جربوها وكتبولي بالتعليقات قبل ما تشوفوا هذا الفيديو كنتوا بتعرفوها للوصفة ولا ما بتعرفوها. على فكرة هذا اسمه تراتور دجاج. وبس والله نصيحة تابعوني وتستفادوا شي.